السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نادي السعيد وكارت أحمر، يا رب يكون الجميع بخير. في الكام يوم اللي فاتوا كان في كلام عن انتقال محمد صلاح من ليفربول لنادي اتحاد جدة السعودي. طيب ايه حقيقة انتقال محمد صلاح نجمنا المصري ونجم ليفربول؟ وهل فعلا قرر الانتقال للدوري السعودي؟ أجاب فابريزيو رومانو، وده صحفي موثوق في الانتقالات في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، إن صلاح مركز بنسبة 100% مع ليفربول. وقال رومانو البعض بيقول إن صلاح ادى الضوء الأخضر للانتقال للدوري السعودي، وكانت قناة الكأس القطرية ذكرت إن صلاح برضو ادى الضوء الأخضر للانتقال لاتحاد جدة، وطلب من النادي السعودي التفاوض مع ليفربول. كمان رد رامي عباس وكيل أعمال صلاح، وكتب رامي عباس على حسابه الشخصي على تويتر: لو كان صلاح بيفكر يسيب ليفربول الموسم ده، ليه جدد التعاقد مع ليفربول الصيف الماضي؟ محمد صلاح ملتزم مع ليفربول ومش بيفكر في انه يسيبه. وكان اتحاد جدة عرض على محمد صلاح مبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، بالإضافة ل 60 مليون جنيه استرليني هيدفعها نادي اتحاد جدة ليفربول في مقابل إن هو هيشتري الفترة المتبقية في عقده. يعني صلاح مكمل مع ليفربول ومستمر في الدوري الإنجليزي، وبصراحة أنا مع صلاح في الاستمرار في الدوري الإنجليزي، دوري الأضواء والشهرة، دوري محط أنظار العالم وأقوى دوري في العالم. هو مش معقول هيسيب دوري بالقوة دي عشان يعني تجربة بتخوضها السعودية ولسه الأمور مش واضحة إن كانت التجربة دي مكتوب ليها النجاح ولا الفشل. ومهما كان يا جماعة ده اسمه الدوري الإنجليزي. طيب الأهلي دايما سابق الكل، مش بخطوة لا بخطوات، وأرسل النادي الأهلي خطاب يوم الاثنين للاتحاد المصري لكرة القدم بيطلب فيه بالتواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على حضور الجماهير بالساعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الجديد. وأكد النادي الأهلي في خطابه إن الجهات الأمنية اللي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة مش هتتأخر أبدا، وكعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة في كل المباريات. طبعا الحضور الجماهيري بيلعب دور أساسي في تصنيف المسابقات القروية على المستوى القاري، وكمان بيحدد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى أن الأندية في أشد الحاجة للعوائد المالية اللي هتيجي من الحضور الجماهيري، وهتقدر ولو بشكل بسيط تواجه أندية الشركات، خصوصا كمان بعد الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين ورواتب الموظفين. فبنتمنى طلب الأهلي يؤخذ بعين الاعتبار من أجل مصلحة الكرة المصرية بشكل عام والأندية الجماهيرية بشكل خاص. وطبعا كلنا شايفين التراجع الكبير على مستوى الأندية والمنتخبات والكرة في مصر بشكل عام بعد حرمان الجماهير من حضور المباريات. أكبر مثال على كده نادي الزمالك، أحد أعرق الأندية المصرية والضلع الثاني للكرة المصرية واللي بيمر بيه. كمان شفنا أندية زي الاتحاد السكندري ونادي غزل المحلة بدأوا الموسم بشكل قوي جدا، يكفي إن الاتحاد وغزل المحلة كانوا متصدرين الدوري في الثلاث أسابيع الأولى من عمر الدوري. لكن بعد كده إيه حصل؟ ظهرت المشاكل بسبب عدم قدرة نادي غزل المحلة على الالتزام برواتب لعيبة والجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو، اللي كان عامل فريق مرعب في بداية الموسم اللي فات، ولكن ساب غزل المحلة بسبب انه ما اخدش مرتبه. ونادي الاتحاد اللي اضطر يبيع افضل لاعب نص ملعب في مصر مروان عطية، والامثلة على كده كتير جدا، زي نادي اسوان اللي كان بيبيع لاعبته عشان يقدر يدفع المرتبات. رسالتي للمسؤولين عن الرياضة في مصر: الأندية الشعبية والجماهيرية بتعاني، وكرة القدم المصرية بشكل عام بتعاني من نقص الموارد. يكفي ان اتحاد الكورة مش عارف يدفع رواتب الحكام. لو عايزين الرياضة المصرية ترجع للريادة بجد، لازم تعود الجماهير للملاعب والكل مستفيد. نيجي بقى للصفقات بالنسبة لنادي الزمالك. أحمد سيد زيزو كان عقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور الرئيس الحالي لنادي الزمالك وكابتن جمال عبد الحميد، وقال لهم إن عنده عرضين من السعودية، واحد من نادي الشباب السعودي والتاني من نادي الخليج السعودي،
وطلب منهم كمان ميعاد محدد عشان ياخد مستحقاته الماليه المتاخره عند نادي الزمالك، ووعدوا احمد مرتضى انه هياخد فلوسه في بدايه الاسبوع اللي جاي. نادي الشباب السعودي قدم عرض لزيزو بقيمه 5 مليون دولار وراتب سنوي 100 مليون جنيه، ولكن الزمالك لحد اللحظه دي متمسك بزيزو. طيب ايه رغبه زيزو في الموضوع ده؟ زيزو عايز يمشي لانه صرح لمصدر قريب منه انه عايز يحترف لزياده راتبه وفي نفس الوقت لزياده موارد نادي الزمالك، فالاستفاده هنا عايده عليه وعلى النادي، خصوصا ان مبلغ 5 مليون دولار رقم مش قليل وممكن يساهم بشكل كبير في حل ازمه نادي الزمالك. عقد زيزو هينتهي مع الزمالك في 2025، وعقد زيزو ما فيهوش شرط جزائي. زيزو في الوقت الحالي عنده 27 سنة، لعب مع الزمالك 29 ماتش، سجل 24 هدف وصنع 19. فهل هتقدر إدارة الزمالك الحالية الاستغناء عن زيزو في سبيل حل بعض الأزمات الموجودة للزمالك؟ أما فيما يخص صفقة المهاجم، كشف مصدر من النادي الأهلي أن المفاوضات مع سوزا توقفت نهائي وخلاص مفيش سوزا في الأهلي، وقال أن الاتفاق دلوقتي على مهاجم افريقي وهيتم تفعيل التعاقد بعد انهاء ملف اعاره احمد قندوسي. بالتاكيد الاهلي مش هيعرف اي المهاجم الا بعد خروج احمد قندوسي على سبيل الاعاره او البيع النهائي، وده اللي هيحدده رغبه اللاعب نفسه. وصفقه القندوسي يا جماعه والله ما كانت صفقه فاشله، بس مش هيعرف النادي الاهلي انه يدخل اجنبي جديد غير لما يطلع احمد القندوسي للاعاره. أنا شخصيا أتمنى بقائه في الأهلي، ولكن كرة القدم فيها متغيرات وأولويات. الأولوية دلوقتي بتلح على مهاجم سوبر ضروري، وأتمنى إن القندوسي يوافق على فكرة الخروج على سبيل الإعارة وإنه يعود مرة تانية للقلعة الحمراء. وهنا يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى لو المحتوى عجبك تدوس لايك وشير وتشرفنا بوجودك في صفحة الفيسبوك. دمتم بخير جماهير كارت احمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.